سلام بنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. حقكم الفيديو وانتم في احسن احوالكم. البنات غزالات الزينات الدبدوبات التوعيد، وحشتكم بزاف 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 بزاف. غبت عليكم فتره طويله، مي الحمد لله اني عاودت رجعت لكم. كان صار لي مشكل في القناه، ما قدرتش ندخل، ما قدرتش نبارطاجي معكم فيديوهات، ولكن الحمد لله راه نحل المشكل. ولكن نخاف يعاود يصرى هذا المشكل، لهذا راني حليت حساب اخر، يعني قناه ثانيه احتياطيه، باش اذا صرا مشكل وما قدرتش نتواصل معكم تسيبوني في القناه الثانيه. وكذلك اغلقت باب التعليقات لانه صار لي ذلك مشكل فيها. حطوا لي تعليقاتكم في القناه الثانيه، راح نجاوب عليكم بعد فتره، يعني بعد ما يزول لي المشكل تاع التعليقات في هذه القناه راح نعاود نحل تعليقات هنايا، وتقدروا يعني تعلقوا منا وتعلقوا من هيك. حنخلي لكم رابط القناه الاحتياطيه في صندوق الوصف، نتمنى كامل تدخلوا وتشتركوا فيها وتشوفوا الفيديوهات ثانيك فيها وديروا جام وتخلوا لي تعليقاتكم ثم، وان شاء الله راح نجاوبكم. اليوم جبت لكم جديد من بعض المسميات اللي راهم دخلوا للاسواق، راح نكلم لكم عليها. وهذه كاين بزاف اللي هضروا عليها وطلبوا الاستفسار عليها وما صابوش فيديوهات عليها. اليوم راني درت لكم فيديو عليها، البكبوكه المغربيه لتكبير المناطق الانثويه. نبدأ على بركة الله. البكبوكة المغربية لتكبير المناطق الأنثوية، المكونات تاعها راهي متكونه من 8 مكونات كثيره: السمسم، حبوب الطلح، حب العزيز، المكسرات، وعسل التمر. الكثيره كما راكم عارفينها هي الخدمه تاعها التسمين. السمسم خدمته التسمين، حبوب الطلح ما عندي ما نقول فيهم، يعني نشكر فيهم صباح وعشيه. هذو لقحتوا تاكلوا فيهم الصباح والعشيه، فيتامينات رهيبه للجسم. يعني حتى لو ما كانتش في المسمينه ولقيتوها في الاسواق، اشروا حبوب الطلح وكلوها يا البنات، فيها قيمه غذائيه وقيمه تاع الفيتامينات تاعها كبيره بزاف بزاف بزاف. كاش نهار ندير لكم عليها فيديو. حب العزيز، حب العزيز يعمل على تكبير المناطق الأنثوية. المكسرات فيتامينات ويعني حاجة شابة كلها. عسل التمر ثاني كيخدم على تسمين الجسم. وكاين تانيك بذور النعناع اللي هي مضاد للأكسدة، خدمتها مضادة للأكسدة. هذو بالنسبة للمكونات. البنات هذه المسمنة هي فاتحة للشهية، راح تفتح لكم الشهية، تسمن الجسم. يعني كي يقول لك تسمن الجسم اعرفوا بلي راح تخرج لكم الكرش، هذه مفروغ منها. مالك ديروا احتياط تاعكم، تقوي العظام، تعطي للجسم طاقة وحيوية، وتكبر لكم المناطق الأنثوية. البنات هذه المسمنة راح تاكلوا مغرف صغيرة بعد كل وجبة، يعني راح تتناولوها 3 مرات في اليوم، بعد كل وجبة تاكلوا مغرف صغيرة. بالك يا البنات تروحوا ديروا لي كيما واحدة في التعليقات شربت مسمنة وسقساوها كيفاش في التعليقات، سقساوها كيفاش طريقة الاستعمال تاعها. هي كانت شربت البلبل، سقساوها قالوا لها كيفاش شربتيها، قالت شكرت فيها وقالت لهم سمنتني زين ورجعتني بدوبه وما على باليش، وقعدت تشكر فيها. قالوا لها على طريقه الاستعمال. انا خلعت يا البنات، تشوكيت كيفاش راح تقاتلهم باللي نشرب 3 مغارف كبار في اليوم. يعني كل مغرف كبيره قادره تتكون من 3 مغارف صغار، وانا قلت لكم مغرف صغيره متوسطه 3 مرات في اليوم. كيفاش تروحي انتيا تقولي لهم باللي اشربوا 3 مغارف كبار، 3 مغارف كبار حوالي 6 7 8 مغارف صغار في اليوم. خطا فادح. ومن بعد تجي تقول لك انا علاه جسمي صاروا هكا، وعلاه صاروا لي الاضرار، وعلاه نهرت في جسمي، وعلى لا البنات كل حاجة عندها المقدار تاعها المعين. إذا فتي مقدارك راح تتسبب في أضرار للجسم تاعك. يعني شوفوا هذه المسمنات صايره كيما الدواء. الطبيب كيقول لك شربي 2 حبات في النهار، ما تقدرش تشربي 5 حبات 6 حبات من راسك، مستحيل. لهذا حبيبات تقيدوا بالمقادير اللي نقول لكم عليها. مغرف صغيره متوسطه، يعني ماشي هذيك الصغيره كامل وماشي هذيك الكبيره، المتوسطه تشربي منها 3 مغارف في اليوم. في البداية يعني في بداية المسمنات تشربي 3 مغارف متوسطة في اليوم. بعد فترة غير تشوفي روحك بديتي تسماني، تبداي تنقصي، تبداي تشربي 2 مغارف متوسطين في اليوم. بعد ما تسماني تبداي تشربي مغرف في اليوم. بعدها بعد فترة قليلة تبداي تشربي نهار ايه ونهار لا. بعد ما تحبي تخلصي منها تشربي نهار ايه ويومين لا. شوفوا البنات اللي يخرج لهم خطوط حمراء ويخرج لهم مانيش عارفه هكا اضرار وكامل شكون هذوك اللي يروحوا يشربوا مسمينات، يشربوا يعني النورمال تشرب لك 4 5 مغارف في النهار، ومن بعد تحبسها لك فجأة واحدة، ومن بعد يصراو لها الاضرار. قلت لكم البنات المسميات عندها قانون، اذا تبعتي هذاك القانون
حاجه ما تصرى لك. احنا شربنا مسمنات الحمد لله، ما عندنا خطوط حمراء، ما عندنا اضرار، جسمنا لاباس به، ما صرالنا والو. لكن هذوك البنات اللي يشربوا غير من راسهم وما يتبعوش التعليمات تاع اللي راهم مجربين قبلهم، هو اللي يصرى لهم الاضرار. لهذا حبيباتي نتمنى دائما تتبعوا الفيديو للنهايه، لانه الفيديو تاعي كي نعطيه لكم معمر بالمعلومات. ما نجيب لكمش انا مسمنه ونبقى نقول لكم هذه دير هكا وكليتها وسمنتني ونخرج ونخليكم. لا انا نقول لكم كامل الاضرار تاعهم، ونقول لكم الطريقه الصحيحه والسليمه، وكيفاش تقعدوا في الوزن تاعكم، وكيفاش تتخطاو المرحله اللي تشربوا فيها مسمنه ويصراو لكم فيها اضرار. نعاودو نقولوا للمسمنات تاعنا كما قلت لكم البنات، هذه المسمنه البكبوكه المغربيه راهي دخلت جديده في الاسواق الجزائريه، يعني ما راهيش يعني دخلت غير كيما للاسواق الجزائريه. بالتجربه تاع البنات راح نشاركها معاكم في القناه هنايا، ونقول لكم يعني نعطيكم الرسمي تاع هذه الاخر، لانه انا في القناه تاعي دائما المسمين كي نهضر لكم عليها بعد فتره راح نرجع نهضر لكم عليها، لانه فيها تغيرات، يعني فيها تغيرات. وبالنسبه للبنات اللي يقول لي شريت، تفكرت هذوك البنات اللي يقولوا لي شريت مسمنه ومن بعد فتره شريت مسمنه تبدل عليا الجو تاعها وتبدلت اللون تاعها، هذه في طريقه الاحتفاظ بالمسمنه. شوفوا البنات كاين زوج، اما طريقه الاحتفاظ، ودائما كي تشروا المسمنه اشروا لاطات تاعها تكون جديده تاع الصنع، ما تشريهاش عندها عام اللي تخدمت وعامين اللي لا، دائما حوسي على اللي تخدمت في السنه اللي راكي فيها، يعني 2023 حوسي اللي تخدمت في 2022 ولا 2023، ما تروحيش تجيبي تاع 2021 وتاع 2020 لا، ثم تكون قديمه وراهي ضربت تعوام عند مولاها في الحانوت، فهمتوني، في المتجر تاعو. فوالا. وثاني طريقه الاستعمال، كاين اللي تحطوها داخل الفريجيدان، كاين ما تحطيهاش في السخانه، ما تحطيهاش في بلاصه فيها السخانه بزاف راح تتاكسد وراح يتبدل اللون تاعها. وكذلك كاين، شوفوا دوكا كاين واحده مثلا خدموا مسمينه دوكا بعد فتره ممكن يزيدوا لها مكون تتبدل البنه تاعها، ولكن هي المهم تكون الاصليه. وراني وريت لكم شحال من منتج كيفاش تعرفوا الاصليه من المقلده، كما هذه البكبوكه المغربيه راهو دخل نوع واحد منها، يعني هذه هي الاصليه تاعها، ما كاش المقلده تاعها، يعني بعد عام ممكن تلقاو المقلده تاعها. المهم هنا نكون وصلت لنهايه الفيديو البنات، كما قلت لكم كل جديد يدخل راني حنكون معكم في الصوره، واي مسمينه هدرت عليها وصلت فيها اضرار ولا صدت فيها اشياء شابه راح نشاركها معكم. هنا نكون وصلت لنهايه الفيديو، راح نخلي لكم رابط القناه الثانيه، ادخلوا ليها، اشتركوا، فعلوا الجرس، وحطوا لي تعليقاتكم ثم. وهنا نكون وصلت لنهايه الفيديو، ما بقى عليا غير نقول لكم سلام بنات.